كيف 5000 ليرة صدقة فتحت سقف أرباح بمليار؟ اللي السوق واقف والمال عم ينقص. بعرف ما ظروف اليوم مو سهلة على أي حدا عم يشتغل بالشام، بس الحقيقة نحن أحيانا بنكون عم نحسبها بالورقة والقلم ونسيانين حسابات رب القلم. بال 2014 في تاجر بدأ من الصفر بمحل صغير، بعد أزمة حرز ظلم طلعته خسران كل شي، وقف وسمى بالله وقال بدي حط شريك معي ما بيخسر بنوب. خصص ميزانية المحل 5000 ليرة كاش من حق كل قطعة ببيعها تروح فورا للدرج الثاني يلي سماه صندوق البركة. يعني الزبون عم يشتري قطعة والملائكة عم تدعي له بالخلف. وبعد سنة الخير كتر، عملها 10000، بعدين قلب السيستم لنسبة 5%، بعدين 10%، واليوم 15% من أرباح الشركة طالعة لله. نتيجة اليوم الاسم صار علامة تجارية بالسوق، 3 محلات مفرق ومكتب جملة ورزق فوق ما تتخيل. القصة مو قصة أرقام، القصة هي أثر الصدقة بالتجارة، يلي بتدخل على المال فبتضاعفه. جرب من اليوم خصص مبلغ ثابت ومقطوع من كل مبيعاتك وسميه حصة الشريك الأكبر. شارك هالفيديو مع تاجر أو مع صاحب محل بتحبه، ولا تنسوا صاحب القصة من دعوة بظهر الغيب.